دايرين لاباس عليكم؟ المهم غادي نقدم لكم ان شاء الله الخل البلدي. الخل الصحراوي. الخل البلدي الصحراوي واشنو كدار فيه واشنو الاعشاب اللي كتكون فيه. سمحوا لي راه كاين واحد العرس حدانا هنايا غادي وراه خلاص سديت البيبان سديت الشراجم وباقي الصوت ديالهم داخل. سبحان الله فيما مشيت انا تابعني الفرح سعدات فيما مشيت تابعيني العراسات ما شاء الله لا قوه الا بالله. هانتوما شوفوا بالنسبه للخل البلدي كنستعملوا وجدوا ورقه ستيلو. كنستعملوا السودانيه. ها هي السودانيه راني شريتها امال غادي يعطيوها ليا فابور ها هي السودانيه ياك غادي ديروا السودانيه. كاين سيدي ورق سيدي موسى. هذا ورق سيدي موسى هذا راه جاي من الشجره اللي عندي انا. ورق سيدي موسى حتى هو كيدار في داك الخل البلدي. هذه كتسمى اللحيه ديال الشيخ ياك وكل كيسميها اللحيه ديال الشيطان والله الا تعجب سمعت عند واحد الدكتور ميزاب واش كتعرفوه هو تيقولها اللحيه ديال الشيطان ولكن راه هي اللحيه ديال الشيخ. انا فضلت نسميها اللحيه ديال الشيخ. ها هي شفتوها واش هذه كتشبه اللحيه ديال الشيطان ايوا ما عرفت الله اعلم باش شفنا الشيطان الله يجينا منه يشوفنا ولا نشوفوه. والمهم عندنا وكذلك الكوزه هي الكوزه الصحراويه. كتعرفوا الكوزه الصحراويه؟ ها هي راه حبيبات صغيرين هما. هذه الكوزه الصحراويه. وشنو اخر كاين عندنا تمر تا هو بالعظام ديالو تا هو كيدار في الخل البلدي. كاين عندنا لا الورد ومن لا يعرف الورد حتى هو كنديروا فيه 5 ديال الحبات. وهذه كتسمى القرنفل. القرنفل ها هو كيسميوه باللغه العربيه المسمار ما عرفتش ما عقلتش. المهم المسمار كيسميوه غير المسمار عندنا وكذلك الزعتر عندنا سكنجبير عواد. وعندنا خدنجال. عندنا سكنجبير عواد وعندنا خدنجال. وشنو اخر؟ وعندنا السواك. حتى السواك كنديروه. السواك كديري ديك 4 سنتيم ماشي كامل غير 4 سنتيم وواحد الحامضه راه ما هزيتهاش. المهم راه حتى هي غادي نديرها صافي. المهم كتشدي هاد الخليط كامل كما قلت لكم 5 د الحبات ديال التمر. الكوزه الصحراويه غير شويه ماشي بزاف. بالنسبه للسكنجبير عواد والخرقوم عواد حتى هو كديري فيه غير شي حاجه قليله. سمعوا العرس هاد الناس راه محيحين في هذا العرس هذا. المهم كما قلت لكم الخل البلدي وهذا كيتسمى الخل الصحراوي. كنديروا فيه العنبر. حتى العنبر حتى هو راه كاين عندي العنبر انا شريته مطحون غادي ندير فيه نص معلقه صغيره. عندنا العنبر عندنا الورد 5 د الحبات. عندنا الحنه 10 ديال الوريقات ديال الحنه. عندنا السنبل. عندنا لاباديان. داك الباديان راه معروفه هذيك القرفه نوع من القرفه حتى هي لاباديانا. عندنا كما قلت لكم الكوزه الصحراويه سكنجبير. عندنا الملحه الحيه حتى هي راه خديتها والريحان حتى هو كذلك والسرغينه 3 د الوريقات ديال السرغينه و3 د الحبات ديال القرنفل. عواد خرقوم عواد سكنجبير السودانيه الحامض. كاين عندنا الرونج حتى هو. الرونج عرفتوا هذاك الرونج كل واحد واش كيقول راه هو ماشي اللي ما عندوش الرونج يدير الحامض. هو راه ما كيتباعش كيكون هو غير في الشجر هو اللي كيعطينا داك الورد ديال الزهر. عرفتوه ولا ما عرفتوش؟ والمهم قلنا خدنجال سواك هاد الشيء كامل كنخويو عليه المطايب. ومن الاحسن نديرو في لينوكس نخويو عليه 5 يطرو ديال المطايب ونبيتوه حتى لغد ليه عاد باش هاد الخليط نديرو في البيدو. علاش؟ لان الا درنا المطايب على البيدو راه داك البيدو غادي يطلق لينا مواد سامه. اذا كيخصنا نديرو في مطايب ونغطيوه يعني في قميله كبيره ديال لينوكس نخليوه حتى لغد ليه عاد ديك الساعات نرجعوه في البيدو ونخليوه لمده 15 يوم او 10 ايام صافي. وهل الخل ديالنا كيكون واجد. عرفتوا شحال ديال الفوائد في الرونج؟ انا والله الا كاع ما فراسيش واش فيه كاع الفوائد. ماشي الخل البلدي الصحراوي فيه شحال ديال الفوائد. فيه الدواء. هاد الخل هما راه كيرقدوا به القديد
وكيصايبوا به الكرداس، وكاين اللي كيزيدوا حتى في اللحم، كيزيدوا حتى في المرقه، كاين اللي كيزيدوا في المرقه. المهم كتشد يا لاله. بالنسبه اللي عنده المشكل ديال جرثومات المعده، سبحان الله هاد الاعشاب هادو مزيانين جرثومات المعده. كتشدي ولكن هي معلقه صغيره في كاس كبير ديال الماء وكتشربيها في الصباح على الريق ياك. كذلك زوين لارتفاع الضغط الدموي، هاد الاعشاب هادي زوينه لارتفاع الضغط الدموي، معلقه في كاس ديال الماء. وكذلك انه لتحسين الجهاز الهضمي، يعني مزيان كيحسن الجهاز الهضمي. وعرفتي شنو هو العنبر؟ الا قلعتوا شنو هو العنبر ما عمري انا عرفتها، يلا اكتشفتها. شنو هو العنبر؟ العنبر هو الفضلات كيخرجها واحد الحوت، سبحان الله. وكاين اللي تيقول لك داك الحوت اللي كان التقم يونس عليه السلام. وشوف انا ما عمر ما فراسي هذه المساله، وهو زعما كاين راه صالح للتغذيه. غير واحد المساله نبه ليها، هو بالنسبه ل هذا العنبر، راه كاين العنبر ديال الماكله وكاين العنبر اللي ماشي ديال الماكله. يعني ملي غتمشي تشري عند العطار قولي يعطيك العنبر ديال الماكله، يعني راه كاين الفرق كاينين جوج، كاينين اللي ديال الماكله وكاين اللي ماشي ديال الماكله. وصافي هادشي مكان هذا هو ما شاء الله الاعشاب اللي كدار في الخل البلدي الصحراوي، وراه مزيان. عرفتي كي تيرجع القديد ولا الكرداس، راه عرفتي انا كنذوق القديد ديال الناس ديال الصحراء زاكوره بالضبط. عرفتي القديد ديالهم بوحديته، والكرداس ديال هادشي اللي هادو هما الاعشاب اللي كاين اللي كيزيد اعشاب اخرى، ولكن هادو زعما كاين اللي معروفين صحيا، ما نكثروش بزاف عاوتاني. وبالنسبه لاعشاب اخرى اللي بغى يزيدها مثلا الانسان في المرقه، راه يزيدها بحال مثلا الزعفران الحر، بحال مثلا قاع قله، بحال هادشي بلا ما يترقد، هادشي ما يحتاجش يترقد صافي. وكديروا فيها الحامض اللي ما لقاش هذاك الرونج كيدير الحامض عادي. ايوا هادشي مكان. وتبارك الله عليكم، هنايا وريت لكم الوصفه باش ما يتحاول لكمش انا ماشي باش ما تقولش هذه معكازه، كلشي كنديرو بيدي ما شاء الله عليا وخلاص. اللهم بارك عليك يا خديجه، ما شاء الله عليك يا خديجه، ما شاء الله عليكي.